الغزالات ديالي اليوم جيت نشارك معكم هذا اللحم بالحمص اللي كيجي زوين خصوصا في هذا البرد هذا. المهم البنات بس بالنسبه للحمص تقدروا تبدلوه يا اما بالكرعين يا اما بداك الدياله كيجي زوين. المهم هنا البنات كما كتشوفوا عندي كيلو ديال اللحم، عندي كنوريكم هنا العطور. ما فيهش البنات العطور بزاف، كيبغي غير هكا زيت الزيتون وهكا بصله كبيره تكون شويه مشلضه والملحه. ولا ما كنديرش فيها البنات البزار، هو شويه ديال الخرقوم وسكينجبير. البنات هنا البنات التحميره غادي نديرها حتى للاخر، ما كنديرش فيها البنات البزار غير باش تكونوا عارفين. وكيجي زوين البنات، عرفتي المذاق ديالو كيحمق كما قلت لكم البنات. هاد الطريقه هذه تقدروا ديروها حتى في الكرعين ولا في داك اللي تنقولوا ليها حنا الدياله. وهنايا البنات عندي الثوم اللي ماشي بلا ما زعما تمعكوه، غير هكا خليوه غير هكا كصاين، راه هو كيدوب ما كيبانش في اللحم. كيجي زوين البنات، كيجي زوين. بالنسبه للبنات الحمص انا هنا رانا مبيته في الماء ليله كامله باش كيجي مزيان في الطياب. البنات هذا راه الحمص طيب يعني دغيا كيطيب. الا عندكم الحمص ما كيطيبش، ماشي داك النوع المزيان، حاولوا تاخذوه مزيان، حيت الا ما طابش راه غادي ياخذ لكم بزاف ديال الوقت. صافي البنات هنا بما حطيت العطريه غادي نزيد عليها كاس ديال الماء، غادي نخليها هكا بيد ما تقلى واحد شويه، وعاد ديك الساعه غادي ندير الحمص وغادي نسد عليها. الا كان البنات اللحم من النوع اللي ما كيطيبش لكم دغيا، حاولوا تخليو اللحم واحد شويه عاد من بعد تزيدوا عليه الحمص. المهم انا هنا من بعد ما غلى ليا داك الكاس ديال الماء زدت هنايا الحمص، وغادي نزيد البنات الماء لحد القياس اللي غادي يطيب ليا فيه الحمص والماء. ما تكتروش البنات الماء بزاف، عينكم ميزانكم كما كتشوفوا. انا هنا راه ما درتش الماء بزاف، راه هذاك غير يعني ما وصلش النص. انتم كيف ما كتشوفوا ما وصلتهاش البنات النص ديال الكوكوط على حساب. المهم انا غادي نبقى مقابلاها حتى غادي تبان لي، حيت هي ما كتبغيش البنات كيف ما كتعرفوا هذا الحمص هذا راه بحال الشكل ديال الكرعين، كيبغي شويه هكا المريقه تجي عاقده. صافي انايا هنايا البنات غادي نسد عليها وغادي نخليها القياس اللي غادي طيب ليا فيه. المهم البنات هادي راه شويه د الكوكوط هادي كتعصب، ولكن الحمد لله. المهم راه عندي البنات درت الجهه ديال سمحوا لي، الجهه ديال اللحم كيف ما كتشوفوا هي اللي سديت عليها. ومن بعد صافي هنا سديت وغادي نخليها بيد ما توجد ليا. فهاد الوقيته البنات انا كنت كنصايب خبيز ديالي ديال الدار اللي ديجا شاركته معكم، فقلت بلا ما نعاود هكا نشاركو معكم. صافي غادي نخليها هنايا كطيب وغادي نرجع معكم من بعد. المهم البنات انا هنايا صافي راه حليت عليها، كنشوفها واش نقدر نزيد لها الماء ولا باقي. صافي انا هنا راه ما غادي نزيدها لا ما لا حتى شي حاجه. هذه غير تحميره البنات كنديرها حتى للاخر. البنات ما تزيدوش تحميره من الاول، كتجي حتى للاخر باش كتعطي فيها داك اللون وكتجي زوينه. المهم الطريقه البنات هذه غير ديروها وجربوها وردوا عليا الخبر. كيف ما كتشوفوا ما غنزيد لا ما لا والو، غادي نخلي هذاك المريقه تعقد، ما غاديش نعاود نسد عليها، غادي نغطيها غير بالغطاء عادي حتى طيب ليا البنات. المهم هذاك المقطع البنات راه مشى ليا. المهم هنايا من بعد ما طابت ليا المريقه ديالتي وعقدت، غادي هنايا جبت الطبيصل هذا، غادي نحط الغديوه ديالتي وغادي تكملوا معايا نهاري نوريكم شنو درت فيه. المهم البنات كنحاول غير هكا نشارك معكم نهيراتي وداكشي اللي اساسي. شي حوايج اللي ماشي اساسيين صراحه الله ما كنصورهمش، بحال هاد الماكله هذه بنادم تيبغيها في هاد البرد هذا وكتجي زوينه وكتجي راجلي صراحه الله عجباتو. كان هكا كنحاول انني نشارك ليه هكا شويه الطبخ المغربي ونبين ليه يعني الاكل ديالنا. والحمد لله يعني الاكل المغربي راه لا يعلى عليه. وبحال هاد الشهيوات هادو حنا معروفين بهم في البرد كيجيو زوينين. وكيف ما كتشوفوا الحمص ما شاء الله طايب زوين. وهذا هو ما كنقول لكم بالصحه والراحه، وخليكم معايا باش تكملوا معايا لا فيديو. المهم البنات هنا كيف ما كتشوفوا المريقه راه جات عاقده وزوينه. وهذا خبيز ديالي اللي قلت لكم جا زوين ورطب. وانا هنا راه كندير دايره الخبز ودايره الرز. كيف ما قلت لكم انا كناكل الخبيز ديال الدار، وراجلي كيبغي الرز، ولكن كياكل معايا حتى الخبز ديال الدار ضروري، ما تيقدرش يفلتو كيجي زوين البنات. راه ما نقولش لكم بحال الشفنج. ايوا بصحه والراحه، بصحتي وبراحتي، ونتلاقاو مع تتمه الفيديو. ما تمشيو فين.
المهم البنات هنا رجعت لكم البنات، هنا مشينا لسيدنا الحسين اللي معروف هنايا في مصر. ما بغيتش نصور لكم حيت كانت الدنيا عامره عامره عامره، مشيت انا وصاحبتي المصريه. كانت الدنيا زوينه، وهنا كانوا دايرين هاد ملي سالينا كانوا دايرين هاد كيفرحوا هكا في العشيه في يوم الخميس. وداكشي كاين هذا عجبني وصورته. المهم كنتمنى لا فيديو تعجبكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله.